رب تكونوا بخير. النهارده الخميس، فاكتر الناس يوم الخميس يعني ما بتطبخش ومبتعملش حاجه. فانا لما باجي اعمل خضار ويفيض خضار مش برميه، انا بحطه في كيس في الفريزر. اجي بقى يوم الخميس مثلا مش عايزه اطبخ حاجه ومش عايزه اعمل حاجه، اروح مسخناه كده في طبق، ده مسقعه، رحت حطاها كده في طبق ماشي. عملت عليها ايه بقى؟ رز خلطه. الرز الخلطة دي بقى عبارة عن ايه؟ بصلاية على النار بحبة زيت وتغمقها كده شوية، وتحط عليها معلقتين سكر، معلقتين سكر لغاية لما تاخد لون حلو كده، وتروحي ضايفة عليها الرز. بس هتحط عليه معلقة قرفة صغيرة، معلقة فلفل، معلقة ملح، عقد الرز بتاعك، وحبة مية، وتسيبيه يغلي. بعد بقى ما يطلع كده، بتروحي عاملة شوية زبيب، شوية مكسرات عندك لو عندك يعني، اهو حط عليه كده ويتاكل مع الخضار. انا قلت ايه فكره، بما ان ايه الناس يعني اكترها ما بتحق ساعات ما بنبقاش عارفين نطبخ، في عندنا حد عيان تعبانين مش عارفه ايه، لا اعمل عليها شويه رز كده بالخلطه اهو، على كيس خضار من اللي انت عايناه في الفريزر بس. يعني مشي الدنيا، ومفيش حاجه بتترمى، يعني كل حاجه بتنفع صح. فقلت اقول لكم فكره، يعني انا بعمل ايه يوم خميس، يوم مش قادره كلام من ده، اطلع كيس الخضار واعمل عليه كده. يلا، بألف هنا، وكله بيعدي وكله نعمه من عند الله، واشوفكم.